اسمع كده الفيديو ده للكابتن رضا عبد العال لأول مرة في تاريخه يتكلم بشكل منطقي، وتعالى نعلق على كلامه مع بعض. ما هو الفساد بالفساد بقى، نقول بما يرضي الله. احنا ما بنخافش من حاجه، خلي بالكم. اللي عند احمد رفعت عندي، انا ممكن اموت في ثانيه، ما حدش هينزل معايا القبر. انا ما بخافش من حد الا من ربنا سبحانه وتعالى، والكلام دوت على مرأى ومسمع الجميع، واخد بالك؟ يعني انا ممكن دلوقتي انا معاكم 10 دقايق اقول لك وفاه رضا عبد العال، عادي جدا عادي جدا، لان انا برضو من الناس اللي هي مستنيه الموت في اي لحظه، وده طبعا حاجه في ايد ربنا، لان انا تعبان برضو. انا مش هقول لك ان انا سليم، انا تعبان، بس نقول كلمه حق قبل ما ربنا ياخدنا، لان اللي بيرزق هو ربنا، واللي بيقبض الارواح هو ربنا. البشر ده انتوا خايفين منهم ليه؟ كلهم ما يسووش، والله كلهم ما يسووا. بلاش المحلسه وبلاش النفاق اللي حصل ده واللي بيحصل ده، وعشان الكراسي، كراسه ايه؟ ده انتوا لازم بعد واقعه احمد رفعت دي الدنيا كلها تتقلب وتشوفوا الفساد جاي منين. يعني وتشوفوا الفساد ده جاي منين. فانا ما اعرفش ناس نازله بباراشوتات على الكره المصريه وما باصتش كوره، ما لبستش شورت وفانيلا، ما حدفتش اوت، ما قلشتش كوره، وهم اللي بيديروا الكره المصريه. لا يا سياده الوزير، لازم يبقى في غربله، لازم يبقى في غربله. احنا ما بنقولش اسماء اهو، بس كل واحد عارف حاجات بتحصل ما حدش بيصدقها. كام واحد بقى لازم يموت عشان نصلح زي احمد رفعت؟ كام واحد مظلوم في المنظومه الرياضيه؟ كام نادي مظلوم؟ كام لعيب مظلوم؟ كام مدرب مظلوم؟ كام اداري مظلوم؟ فالموضوع لا، الموضوع عدى الفساد بكل طرق، لان الناس مش فاهمه اللي انتوا جايبينهم، مش فاهمين. بص، رغم اختلافنا مع الكابتن رضا عبد العال بسبب هجومه الدائم على مدربين ولاعيبه النادي الاهلي ومدربين المنتخب المصري، ولكن لاول مره جمهور النادي الاهلي يتفق معاه في هذا الموقف، وهو نصره للاعب الخلوق والراحل احمد رفعت. فعلا المنظومه لازم تنضف، خصوصا بعد اللي عمله الاعلامي ابراهيم فايق واستضافته لوكيل اعمال اللاعب احمد رفعت نادر شوقي، واللي كشفت الفساد واللي تسبب في وفاة وتدمير اللاعب الخلوق والمهاري والموهوب أحمد رفعت، وكذلك المداخلة اللي عملها الإعلام المحترم هاني حتحوت مع رئيس نادي فيوتشر وليد دعبس، مش عايز أقول كلمة تانية، واللي اتضح يعني واللي قدر يوقعه في الكلام ان هو من الأذرع ومن الأسباب الرئيسية اللي تسببت في تدمير اللاعب أحمد رفعت، اللي كان على بعد خطوة انه يرتدي قميص النادي الأهلي، ولكن بسبب التهديدات واللي عملوه مع اللاعب اديكم شايفين مصيره راح فين. دمروا اللاعب نفسيا، واصبحت الامور واضحه للجميع. هناك فساد، هناك فساد، هناك اشخاص بتتقلد مناصب لا تستحقها على الاطلاق، لا تفقه اي شيء في مجال الرياضه. اديكم شايفين لما بيتم تعيين اشخاص غير مؤهله، ده بيبقى مصير اللعيبه في النهايه. كلنا عارفين ان محامي اللاعب رشوان، ولا مش عايز اقول كلمه تانيه، لما اتضغط عليه طلع يتهم اشخاص تانيه علشان يعني يبعد الانظار والراي العام عن الاشخاص اللي تسببت في وفاته. بيتهم عبد الظاهر السقا، لدرجه ان شقيق اللاعب احمد رفعت محمد رفعت طلع نفى وقال لك ان عبد الظاهر السقا ملوش دخل بالقصه اصلا. شوف الحكايه ماشيه ازاي، ده يثبت لك ان في راس كبيره، وان المحامي بتاع احمد رفعت ده معدوم الضمير والشخصيه. في اشخاص بيتحركوا، واللي ما احترمش اللاعب ووفاته رغم ان هو كان المحامي بتاعه، بمجرد ان هو لما اتضغط عليه اتهم اشخاص اخرين علشان ينفي الانظار عن الاشخاص الحقيقيين اللي تسببوا في وفاته ودمروا نفسيه اللاعب. طبعا المنظومه لازم تنضف، مفيش كلام، كما ذكر الهجاص رضا عبد العال اللي اول مره كجمهور للنادي الاهلي نشوفه بيتحدث وبيتكلم بشكل منطقي.